دولة الكويت. السوريين والكويتيين نصرة لأهل سوريا. أبو حفيظ للعروحات، أبو حفيظ للعروحات، أبو حفيظ. لكننا يجب أن اليوم أن نوحد جهودنا ودعاءنا على الطواغيت الموجودين، على هؤلاء الذين خلفهم لنا حافظ اجتماع الشعب الكويتي والسوري نصرة لأهلنا في الداخل. يجب أن نوحد جهودنا ضدهم، هؤلاء الذين تزعموا وتحكموا في رقاب المسلمين. يجب أن نوحد الجهود ونرص الصفوف. وأنا عندي كلمة الآن بعد شوي للجيش السوري الحر، أقصد 2012 13/2 يوم الاثنين الكويت. تفضل بس نبي ندخل على الهواء. الشيخ نبيل العوضي، شيخ جبيلان، سليمان الجبيلان. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام والجمهور الكريم، ما شاء الله عليكم. كما توقعنا ما شاء الله الحضور هذا ملأ الصالة، هذا يدل على إيمانكم في هذه القضية، وهذا دور كبير لكم في نصرة هذه القضية، انكم تحضرون هذه المحافل وتساقون. واحنا في إدارة هذه الليالي في التراب نمد ايدنا لكل من يريد ان يتعاون معنا من اجل انجاح هذه ونصرة الشمس. وعلي طعناك في موضوع ماذا نقدم للشمس. لازلنا أيها الأخوة، أشكرك أخوي مشاري، لازلنا أيها الأخوة من الآن الواحد فينا يخرج من المحاضرة متحمس. طيب إيش أفعل؟ ما دوري؟ ذكرنا بعض الخطوات التي يستطيع الإنسان أن يعملها كالدعاء وكالبرامج الإعلامية، أن يشارك، حتى الاتصال. أحيانا أأسف أن أجد برنامج على إذاعة على الهواء، إذاعة إخبارية، أو على التلفاز إحدى الفضائيات، أن أعجز أن نتصل على الهواء ونرد على هذا الضيف الذي يدافع عن الظلم مثلا، أو نؤيد هذا الضيف الذي ينصر الشعب المسلم الحر، على الأقل باتصال، على الأقل برسالة، على الأقل بتعليق على بعض المقالات، الدخول في بعض المنتديات. إذا وجدت مقطعا ينصر الشعب المظلوم في سوريا وفي أي بلاد في الأرض، نحن مع المظلوم أيا كان، انشر، ساهم، ابذل ما تستطيع. لا تقل أنا مع الشعب السوري وأنا جالس. طيب ايش سويت؟ ماذا فعلت؟ ماذا بذلت؟ هل قدمت شيئا لإخوانك في سوريا؟ احنا اليوم عندنا في هذه الصالة جمع تبرعات، الشيخ سليمان راح يشجع أيضا بعد شوية على جمع التبرعات لهذا الشعب المضطهد. ما تدري دينارك أين سيصل؟ يا أخوان الذين ماتوا تركوا أيتاما. والله بعض الأبطال هناك في الجيش السوري الحر أو في الثورة، من شباب الثورة، مستعد أن يذهب ويقاتل ويموت، لكن يطلب طلبا واحدا: من يتكفل بأهلي؟ من يتكفل بأيتامي؟ من يتكفل بأطفالي؟ وحق له أن يسأل. ولهذا من أخلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخلف غازيا في أهله بخير، يعني قال أنا أتكفل بأهلك، أيتامك علي، وزوجتك أنا أنفق عليها بعد موتك إن مت في سبيل الله. هذا ما يريده إخوانكم هناك، والله يضحون بأرواحهم. تقدم 3 أولاد وتقول الرادع بالطريق، تقدمه لله عز وجل، وإحنا نبخل على الله عز وجل بدينار، ب100، ب1000. يا أخوان الله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. أتعلم أن كل آيات الجهاد في سبيل الله في القرآن قدمت المال على النفس؟ واليوم قاعدين نشوف يحتاجون إلى المال. ماذا يفعلون بالمال؟ يا أخوان ليس فقط الطعام والشراب. الشعب السوري مستعد يعيش على خبزة وعلى تمرة، لكنهم يحتاجون السلاح، يحتاجون أن يقاتلوا عن أعراضهم ويدفعوا عن أنفسهم. الطلقة اللي كانت $1 اليوم $100. اليوم قذيفة الRPG تعرفون كم وصل سعرها؟ وصل سعرها $800. منو عنده $800 في سوريا؟ الناس عايشة مساكين، حرمهم من كل شيء، حقهم بالحياة حرمهم منه.
اليوم من يملك $800 عشان طلقة في الار بي جي؟ ما عندهم يا اخوان. انا لو احتسب هذا الدينار وهذا هذه العشرة وتلك 100 لله عز وجل، هذا من اعظم الجهاد في سبيل الله. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. فانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اليوم جلست مع الدكتور شافي العجمي، أستاذ دكتور في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، هو المسؤول عن نقل التبرعات إلى الشعب السوري. اليوم نحن ما نسلمها لأي إنسان، نسلمها للجمعيات الثقة، نسلمها للرجال الأمينين. سألته من يوصلها عنك؟ قال بنفسي، أمس أنا واصل وسأرجع كل فترة هناك وأصل الحدود وأوصل الجواب بنفسي. قلت يا شيخ شافي نحن نثق فيك، قال توكل على الله، وأنا ماني متوكل إلا على رب العالمين، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأمة تحركت، لا تكن جالسا. الأمة قامت خلاص. الأمة الآن بدأت تقود بإذن الله عز وجل نفسها مرة أخرى. انكسر وشب الشاب وشب الناس على الضوء، وبدأ الناس يتحركون، والأمة رجعت إلى الله. والثورة في سوريا سلوا أهلكم تنطلق من وين؟ من المساجد. صيحاتها لا إله إلا الله، تكبيرها الله أكبر، شعارها الله قبل كل شيء. يقتلون الناس لأنهم يرفضون أن يقولون بشار ربنا ولو كانوا مكرهين. يقتلون في سبيل الله عز وجل. الناس خلاص رجعت إلى الله. أنت هنا ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ اعلم أن كل معصية تؤخر النصر، كل ذنب يؤخر النصر من عند الله عز وجل. ارجع إلى الله، تب إلى الله، أقبل على الله عز وجل، شارك بما تستطيع في كل الفعاليات، في كل التجمعات نصرة لإخوانك في سوريا. هذا جزء وسوف يكمل شيخنا الشيخ سليمان يعني ما نقدمه لأجل سوريا. السلام عليكم. الدور تحديدا على تجار المسلمين، شنو الرسالة اللي توصلها؟ يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول العلم ختم بالرزق لأنه الذي ينفق الله يخلف عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع 70 باب من الشر. وأذكر قبل عدة سنوات أخذني أحد تجار الخليج العربي بعد اتصال بي ملح وقال يا أبو عبد الله تطلع في القنوات ودي أعطيك، لأنه يعتبر من أهم رؤوس الأموال الكبار في الخليج العربي. قلت سمي أبو فلان وأتيت السكن حقه، وقال أنا كنت في إحدى الدول الأوروبية وجاني وجع سبحان الله، وقالت لي زوجتي وفلان ما يصلح عنده شو تقول لي يتألم خف خف علي الألم والصباح. يقول فيوم قام الصبح فعلا قال أروح لأقرب دكتور ولا إحدى دكاترة أوروبا في نفس المدينة اللي فيه، ولا ذكر مدينة عشان يعني احتراما له لأنه خير. يقول حتى عميم ما ودي يعني لأنه معروف في أوساطه التي هو عايش فيها. فالشاهد بعد ما كشف الدكتور تغير وجهه، أو قال فيه دكتور قال أنا ما أقدر أعلمك لكن تراجعني بعد 3 أيام. يقول رحت بعد 3 أيام، 3 أيام في ما نمت. ليش؟ لأنه توقع أنه مرض خطير، وفعلا بعد 3 أيام رجع وكشف التحليل وصار يكشفون عليه ومن الساعة 10 تقريبا الساعة 4 العصر. فقال حقيقة ما أدري هل سأخبرك يا دكتور ولا ما أخبركم؟ فقال والله تقريبا يعني لو تخبرني عشان ارتاح أنا ما نمت كم يوم. قال الظاهر الله يحفظ إياكم عندك سرطان. يقول سودت الدنيا فيه، يملك ما شاء الله مليارات لكن الدنيا صارت سوداء. يقول فأتيت إلى بيت الله قلت خلاص أنا أشوف إن شاء الله أرجع لكم، أروح أرتب أموري وأرجع عشان أستمر مدة طويلة العلاج. فرجع إلى بيت الله الحرام. يقول فصرت أشرب من زمزم وأدعي، أشرب من زمزم وأدعي. ثم أتيت عندي في منطقتي في بلدي، فأتيت بلد وكان وقتها يعني في شهر اللي قبل رمضان يسمونه عندكم اللي قبل رمضان بالفرنجي يعني رمضان شعبان ميلاد السنة تغير. المهم انه شهر قبل رمضان. قال لي جزاه الله خير خذ هذا المبلغ، اعطاني مبلغ كبير جدا. وطبعا ما ادري ايش القصه، هذا الكلام هو القصه الان. يقول فقال بس تكون كل ما تعطي واحد تقول له يدعي بس، اي واحد تعطيه من هذا اعطاه طبعا مبلغ كبير صدقه ومبلغ كبير زكاه. قال ابي يدعوني، وفعلا صرت اوزع وادعي فلان اعطيه اسمه
هو جيت انه جابني يقول لك، قال لي جيت وقعدت اخر شعبان رحت رمضان وصرت ادعي برمضان، فرجع عشان يكمل. يقسم لي بالله وعيناه تدمع وهو قدامي يقول والله زي ما كتب الدكتور قال كل شيء عندك سليم، كل شيء عندك سليم. الان ما شاء الله عليه جزاه خير رجل ذكر الله، هذا فعلا رائبه. فانا اقول الاخوه التجار الذين يرون خلف الشاشه والله وبالله وتالله ما تنفقه سيخلفه الله عليك في بدنك في مالك في ولدك، واما انفقت اصلا المال بياخذونها الورثه. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك الا ما لبست فابليت او اكلت فابليت او تصدقت ايش؟ هاي دكتور فابقيت. ويقص لي واحد قبل اسبوع بالضبط دعي الى انفاق مثل كذا. احنا ندعي الان في السعوديه صاروا يجمعون عن طريق الندوه العالميه، فكان يطاردهم يعني تكفل المسجد 40,000 تقريبا، فصاروا يدقون اسبوع 10 ايام 20 شهر. يا فلان ذبحتنا ورطنا مع المؤسسه عرضنا 40. قال شوفوا لا ترجون انا كنت بعطيكم مهول، بعطيكم ايش؟ وهولت يعني بطل. قالوا لي ما حدا يحسن من سبيل لا تحسن، بس ليش تعبنا شهر؟ تعال بكره تعالوا بعده. يعرفون بالله ذيك الليله اللي رفض وطردهم وقال ما عندي شيء، الصباح جو اهله لقوه ميت في فراشه. لا اله الا الله. ورجل ثري. فاقول يا اخوان الموت جاي والقروش باقيه، اما ان تبقى بجيبنا وياخذها الورثه او تبقى لنا امامنا. صح ليش يا اخي؟ اقول ننفق والله وبالله وتالله انك ما تنفق الا ينفق عليك. من الذي قال؟ ملك الملوك في الحديث القدسي يقول ابن ادم انفق ايش؟ انفق عليك. فالله يا اخوان لاخواننا. وفعلا انا شفته في قناه صفا وقناه وصال كل الثلاثه ذي الايام قبل لا اجيكم يقول انه يريد فعلا دعم مال، ندعم، ولا سيما انه الحمد لله كما قال الدكتور نبيل انها تصل الى ايدي امينه. نبذل ولا نقول ما عندي نص دينار او ربع دينار او اقل شيء. يعني لو واحده حط من الحضارات الان ما فتخه تسمون فتخه خاتم يمكن ما يسوى لك نص دينار حطيه ما ادري، يمكن هذا ينصر الله به شيء عظيم. الله بالبذل والله بالانفاق اخوان. حتى صغارنا دول اللي معانا نعودهم لو نعطيهم نخليهم ينفقون، والحمد لله الصناديق برا موجوده صح؟ في صندوق في الخارج في صندوق للتبرعات. لا. طيب نبه انه في صندوق باذن الله في الخارج اللي يحب يتبرع. في تعقيب. نعم في الشيخ شافي في تعقيب الشيخ نبيل العوضي. قبل الفاصل انا تذكرت قصه حصلت في الشام عشان تعرفون ان الشام لها تاريخ. ما هو غريب عنها ان لما ترون المراه والطفل والرجال يتقدمون في الشهاده في سبيل الله، لان هالبلد فيها تاريخ. احدى السنوات حصلت حرب في بلاد المسلمين، فقام الخطيب في احد مساجد الشام يحث الناس على الجهاد في سبيل الله. بعد الصلاه الناس طبعا كانت تخرج من المساجد للجهاد مثل ما يحصل اليوم. قام الناس يستعدون للجهاد وكل واحد يركب دابته ويجهز نفسه وسلاحه وعتاده، خرجوا للجهاد في سبيل الله وهي ذروة سلام الإسلام. جاء طفل صغير فقال يا عم أريد أن أقاتل. قال أنت لا تقاتل، أنت صغير، شاب صغير غلام. قال والله لا أقاتلن. وكل ما راح عنا الشيخ قال له والله أقاتل معك. قال أنت صغير. قال أقسمت عليك بالله لا تردني أريد الجنة. قال طيب تعال معي اركب معي لكن بشرط. قال ما هو؟ قال إن سقطت شهيدا في سبيل الله وبعثك الله عز وجل أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال لك ذلك يا شيخ. فأخذه. وبعد قليل جاءت امرأة قالت يا شيخ خذ هذا الظرف ما وجدت غيره أتصدق به للجهاد. قال وماذا في الظرف؟ فتحه فإذا هي ظفيرتان شعر. قصت شعرها وأعطته لله عز وجل. قالت والله ليس عندي درهم ولا مال، ما عندي إلا شعري، قصصته اجعله رباطا لخيلك في سبيل الله. يقول فتعجب وربط الخيل بتلك الظفيرتين وتقدم في الجهاد. وبعد ساعات في سبيل الله وهو يقاتل إذا بالغلام يصيب بالنبل يصيب المشركين. فجأة جاء سهم على الغلام وسقط. فأسرع الشيخ إليه قال يا غلام يا غلام وهو يحتضر. قال يا عم يعني ودعك. قال لا تنسى العهد الذي بيني وبينك أن تشفع لي عند الله. قال لك ذلك لكن أبلغ أمي السلام. قال ومن أمك؟ قال أمي صاحبة الظفيرتين. قدمت شعرها وقدمت ابنها في سبيل الله. يقول الشيخ رجعت بعد المعركة طرقت الباب على أمه فلما سلمت خرجت لي ابنتها الصغيرة فنادت أمها قالت أين ابني؟
قال احتسبيه عند الله عز وجل. قالت مات قبله زوجي فاحتسبته عند الله، ومات أخي فاحتسبته عند الله، ومات أخوه الكبير فاحتسبته عند الله، والآن يموت هو فأحتسبه عند الله عز وجل. هذا تاريخ الأمة سيبقى، وسيعلم أولئك الطواغيت من أبناء هذه الأمة الذين يحتسبون أبنائهم عند الله جل وعلا. بشائر النصر نريد تعليقك عليها شيخ سليمان جبلان، لكن بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود.